قاعد تجي مع سيد جراهام ارنولد. اجينا باول معسكر حسن عبد الكريم، سجاد قاسم، محمد قاسم، صفقنا وفزنا على الاردن. من ثم المعسكر اللي بعده مع مباراه كاس الملك تايلاند جاء لعب منتظر الماجد ولعب ماركو فرج وهذا. وجا بعدين في الملحق لعب بشار رسن اللي غايب عن المنتخب سنه والولد خلاص باقي له ايام معتزل، ويلعب شيركو كريم اللي كان يعتمد عليه وين؟ في بطوله كاس الملك تايلاند كظهير ايمن لعبه جناح. طيب هناك فلسفه ثابته بالمنتخب الوطني مع تغيير المدربين. هناك فلسفه التجريب، مو فلسفه التدوير، التدوير تتدور ما بين من 18 الى 20 لاعب، عندنا فلسفه التجريب، اكثر من 100 لاعب بالمنتخب الوطني جربوا خلال السنوات السابقه. اذا هناك فلسفه، هناك لغز بالمنتخب الوطني. انا العب 20 سنه، انا العب 20 سنه، خليني اقول لك هاي النقطه. العب 20 سنه ودربوني كبار المدربين، ودربوني مدربين على مستوى وسط، ودربوني مدربين مستوى حياتي ما شفت الفلسفه اللي يمشون بها المدربين اللي دربوا المنتخب العراقي، اللي هي فلسفه كل مباراه تشكيله جديده. اذا انت هنا عندك جوانب ذهنيه وجوانب تكتيكيه ما راح تسعفك. ابسط شيء بكره القدم بالجوانب التكتيكيه اللي هي تقارب الخطوط. انا لما